السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة، ومعانا صندوق الظرف الأحمر. صندوق الظرف الأحمر ده معلش. صندوق الظرف الأحمر ده حاجة جميلة جدا. يعني انت ممكن تعمل صندوق تعمله بكام؟ تعمله ب40 سنت أو 20 سنت. ولو ما تنشأ صندوق و20 شخص يطالبوا بالصندوق ده، بتشارك الكود أو الQR. ولو 20 شخص بس طلبوا بالصندوق هاخد $0.5. تمام، $0.5. ولو 80 شخص طلبوا بالصندوق هاخد $1.50، يعني $2 من ال100 شخص. وانا عامل اصلا الظرف ب40 سنت، من $2 يبقى انا كسبان $1.60، او يقول يا عم كسبان $1.50. ده احسن حركة تكسب بيها او تملى بيها وتشحن بيها حسابك على تطبيق باينانس، ان انت تعمل مشاركة للظرف الاحمر. تعمل يعني اي عملات معاك صغيرة كده، اعمل بانشاء بيها صندوق. تعمل انشاء صندوق، تمام، بالعملة باي رقم، اقل رقم عندك في المحفظة في عملة، او اي عملة مشفرة عندك اعمل بيها صندوق. وايه، وهتكسب بتاع $2. ولو 300 شخص يعني انت معاك هنا بتاع $25 من الظرف الاحمر ده. الكود بتاع الظرف بتاعي اللي هسيبهولك في الوصف. تمام، وده الQR لو حد عاوز يعمل سكان للQR بسرعة عشان ياخد الهدية اللي في الظرف. وده الكود نفسه، يعني ده الكود نفسه هسيبهولك تحت في الكومنتات. هاخد مشاركة للكود، عاوز تاخد الهدية بس خد الهدية بس، عاوز تنشئ لنفسك صندوق وتكسب، ده حاجة كويسة ليك انت. يعني انت تعمل صندوق لنفسك، دي هتبقى حاجة كويسة ليك. يعني هتاخد، يعني انت لو عملت صندوق ب20 سنت وشاركت الكود مع 20 شخص، يعني على الجروبات، مش لازم يعني هبعته، مش هبعته لحد من صحابي، لا، خش على الفيس هتلاقي جروبات الناس كلها بتنزل عليها الكود بتاع الظرف الاحمر ده. خش نزل الكود بتاعك، هتلاقي 20 شخص طلبوا بالصندوق. انت كده هتكسب 30 سنت. يعني انت لو عامل الصندوق بتاعك على 20 شخص بس، 20 شخص دول انت عاملهم ب20 سنت. ولما تكسب $0.5 اللي هو 50 سنت، فانت كده كسبت 30 سنت ليك. هسيب لك الكود تحت في التعليقات. تمام، وحلال عليك الهدية يا باشا.